مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا هنا من زاخو من مدينة الخابور. أحداث الجولة 24. زاخو صاحب المركز السابع ب40 نقطة يضيف الشرطة الثالث ب49 نقطة في قمة الجولة 24. اليوم هنا في أرض زاخو في أرض الخابور الكل ينتظر قمة جماهيرية، قمة لفريقين في مقدمة الترتيب اعتاد في السنوات الأخيرة على أن يكون ندا ند واحدا للآخر. مهمة صعبة بالنسبة للسيد مؤمن سليمان هنا أمام الفيلسوف أيوب أوديشو. فباسم من أرسى بخير وتدا وأجرى الخابور مددا، من هنا من مرافئ الذاكرة حيث يغسل النهر ذنوب التعب عن وجه التاريخ، ومن ظلال جسر دلال الذي عبرت من فوق قناطره فيالق العصور، وبقي هو شاهدا شامخا لا يرمش له حجر. نحييكم من زاخو، تلك المدينة التي لم تكن يوما مجرد إحداثيات على خارطة، بل هي قصيدة التعايش التي تكتب بأقلام كل الأطياف لتعلم الدنيا كيف تصهر الأرواح في بوثقة حب العرض والوفاء. هنا أيها الأحبة على أعتاب دقيقة صمت على أرواح من رحلوا في آخر الأحداث. الرحمة والخلود لضحايا قواتنا الأمنية والبيشمركة وأبناء هذا البلد العزيز. هدوء الجبال هذه الأمسية أيها الأحبة ينذر بالعاصفة، فالآتي من بغداد ليس عابرا بل هو جبروت القيثارة، الفريق الذي حول الدوري إلى مملكة خاصة في آخر 4 مواسم. الشرطة الليلة تجر خلفها أذيال المجد التليد، جاءت لتثبت أن الذهب لا يزدع، وأن تيجان الملوك لا تسلب في شعاب الجبال، جاءت لتعزف لحن الهيمنة في عقر الدار الأحرار. هنا على حواف الميدان تدور حرب الصمت والكبرياء. الفيلسوف في مواجهة الفرعون، راهب التكتيك الذي يقرأ أفكار الخصوم قبل أن تولد، الرجل الذي ينسج من خيوط الصبر شباكا للصيد الثمين، يقابله الفرعون مؤمن سليمان الذي استلدها الإهرامات ليزرعه في قلب بخير. مواجهة بين حكمة الجبل وسطوة النيل، بين صمت الأستاذ وطموح الإمبراطور. إن شئت عزا ففي زاخو له جبلا، أو شئت فنا ففي القيثارة له ألحان. على بركة الله صافرة الحكم محمد صلاح حكم الدرجة الأولى تنطلق أيها الأحبة لتعلن عن بداية هذه المباراة، لتعلن عن بداية هذه القمة في عصر جميل في أرض الخابور. القيثارة وبداية قوية، حسن أحمد في المرمى، على اليمين آدم طالب، على اليسار حسين جبار، عبد المجيد بوبكر، طارق خجون كقلبي دفاع من القارة السمراء الأفريقية. ريوان الأمين وتدا في الوسط، بسام شاكر مع معتز الدام في وسط الملعب، محمود المواس على اليمين، احسان علي جاسم على اليسار، ليونيل عتيبة كمهاجم في قلب الهجوم، علي كاظم من الجهة المقابلة، جوزيف موريسيو الكاميروني، جابي كيكي، أورينيو على اليمين، يوسف رائد، أورينيو على اليسار ويوسف رائد على اليمين، وفي الوسط أسامة رشيد وعبود قاطع الحدود، أمجد عطوان صانع الأمجاد والهداف التاريخي للفريق كصانع ألعاب. في الأمام ثلاثي مكون من اللهب، شيركو كريم، أندري شيكيشي الألباني مع سورسم، محمود المواس نجم الفريق صانع الأمجاد يلعب كرة، طارق خجون أصبح على اليمين وترك القلب لآدم طالب. ضربة أولى لنسر قاسيون لمعتز الدم، هذا التونسي الذي ضرب الضربة الأولى، لكن هنالك في مرمى زاخو يقف دوكان، سد عالي يقطع الطريق على الخصوم يمنعهم من المرور، والكرة الأولى من التونسي إلى أحضان علي كاظم. محاولة وبداية قوية، الجماهير تشعل الأجواء، لم يمتلئ الاستاد لكن الأصوات تهز الجبال في هذا اليوم. هذه كرة تلعب إلى خارج أرضية الملعب،
أيوب أوديشو الفيلسوف المعروف عميد المدربين العراقيين، 4 أوسمة سطرها مع الزوراء والطلبة والقوة الجوية، آخر مجد كان مع الصقور. المواجهة الثالثة التي تجمع أيوب أوديشو بمؤمن سليمان. أيها الأحبة، هذه كرة تلعب ومحاولة تصل الآن إلى الأمام، تنقل عملية المرور، راح الكاميروني، راح كاميروني بكاميروني، معرفة الطريق ما بين الأسدين، قطعها جابي جونيور كيكي صاحب 31 عاما. كرة تلعب إلى الأمام من أجل البسمة، يا بسام يلعب كرة ويغير الاتجاه، يغير الطريق والكنترول العالمي من العالمي حسين علي جاسم، والتسديدة الأولى إلى خارج أرضية الملعب. الضربة الأولى من حسين علي جاسم الساحر الذي يعرف هذه الأجواء جيدا. في السليمانية سطر الحروف، وفي الزوراء سطر الإبداع، وعلى الشرطة كتب المجد. وهذه كرة تلعب لفة باللوب تذهب إلى خارج أرضية الملعب في هذه اللحظات. محاولة وصلت إلى خارج أرضية الملعب، كرة أولى من حسين علي جاسم تصل مباشرة إلى خارج أرضية الملعب. الفرعون المصري السيد مؤمن سليمان يأتي إلى زاخو زائرا، وهو لم يحقق الانتصار في كل الزيارات التي وصلها. آخر ذكرى لمؤمن سليمان هي الخسارة في النصف نهائي كأس العراق الموسم الماضي. محاولة تلعب والكرة تصل في مخالفة على الواضح أمامكم. أسر رستم من رفع اللقب مع القيثارة مع الشرطة. وهنا طارق هجون المحترف الجزائري يلعب كرة. لاحظ محارب الصحراء الذي يمسك الجهة اليمنى للقيثارة هذا اليوم كان حاضرا واضحا، وفي هذه اللحظات أصوات ترتفع. كرة تلعب الآن أورينو، وهنالك صافرة من حكم المباراة، بطاقة صفراء في أول المباراة. حكم الدرجة الأولى السيد محمد صلاح يرفع الورقة الصفراء الأولى في هذه اللحظات، أعتقد هي على القائد أمجد عطوان الذي يصرخ هنا. لاحظ الصرخ اليوم، ينحني المنطق أمام صرخة المدرجات، تتكسر نصال الطموح على دروع الكبرياء. فهل يظل الجبل عصيا بوقاره الأبدي، أم أن أوتار القيثارة ستقطع سكون الخابور؟ سؤال مطروح ننتظر جوابه. قمة واعدة في الحقيقة مع أول انطلاقة للمباراة. هنا السيد محمد صلاح وأمجد عطوان. هدي يا أبو عطوان، هدي يا عطوان. إذن بطاقة صفراء أولى مع تدخل أول في هذه اللحظات. هنا أمجد عطوان، صيحات وغضب وعدم رضا في هذه اللحظات. المواجهة 27 ما بين الفريقين أيها الأحبة. سلامات لبسام شاكر، محور يصنع الألعاب، محور يعطي إسناد الدفاع، محور يبدع ويمتع ويذهب إلى اليمين واليسار على مستوى الأجنحة. سلامات لبسام شاكر، النجم الذي سطر المجد مع هذا الفريق، كان قادما من النفط، بدأ من الكناري. في هذه اللحظة تتزامن مع هذه المباراة أيها الأحبة مباراة الشرطة وزاخو هنا، وهنالك في بغداد القوة الجوية والكرخ. مواجهات مرتقبة، هنا أقلام تعجز عن الوصف. وهنا التدخل من أمجد عطوان، يقول على الكرة، ننتظر الإعادة. لاحظ هل كان تدخل على القدم؟ هل في تهور؟ الوصل أمجد عطوان إلى الكرة قبل أن يصل إلى بسام شاكر؟ سؤال المطروح ننتظر جوابه في زاوية أوضح. بطاقة صفراء أولى على القائد أمجد عطوان. طبعا غيابات زاخو عن المباراة، يغيب في هذه المباراة ماتياس لوكاس، يغيب أحمد إبراهيم أيضا، وفي الغيابات أيضا حديث ما بين محمد صلاح وأمجد عطوان. بينما في الجانب المقابل الغياب الأبرز لحارس المرمى أحمد باسل ومناف يونس في مهمة الوطن. هنالك في الملحق الدعوات ترفع لتصل إلى عمق السماء حتى نحتفي بمنتخبنا في المكسيك. كرة تلعب إلى الأمام لمصلحة زاخو. أسر رستم عملية المرور، لكن كرة تصل إلى حسن أحمد، يبعد كرة ومحاولة تصل في وسط الملعب، رأسية من يوسف رائد عبد الكريم، لكنها إلى خارج أرضية الملعب أيضا. هذه المحاولة والكرة التي تلعب سريعة، يوسف رائد عبد الكريم تدخل. سلامات لأسر رستم، سقوط في أول المباراة قد يفسد المتعة المنتظرة لهذه المباراة. حقيقة هذا ما غير مؤمل أبدا.
وتشاهد سقوط يتبعه سقوط يوسف رائد عبد الكريم. يقول مع الترويض هنالك إيقاف للكرة وهنالك تدخل. كرة في الخلف تلعب الآن. جابي جونيور كيكي كاميروني يقف على الكرة. هنالك ثبات. هداف الفريق ليونيل عتيبة الواضح أمامك، الكاميروني الذي يحاول دائما وأبدا أن يكون المعوض الأكبر لمهند علي وعلاء عبد الزهر، أسماء سطرت في هذا الفريق. في كرة تلعب الآن، عملية ضغط من فتى نهر العاصي محمود المواس. هذه كرة تلعب إلى الأمام واصلة في الخطوط الخلفية، متابعة حاضرة من ريوان الأمين، سقوط لريوان، الكرة لا زالت مرر ياسو. الجواب المنتظر في الكرة الأخيرة، وهذه محاولة إلى خارج أرضية الملعب. تعويضات كثيرة في خط الدفاع لفريق الشرطة، يعني غيابات يعاني منها الفريق في هذه المباراة تكثر. وهذا أندري شيكشي، حسين علي جاسم. الكرة حاضرة الآن، سابع مباراة يواجه فيها مؤمن سليمان زاخو كمدرب للشرطة بالدوري. هل يحقق الانتصار الغائب في هذه المدينة في زاخو؟ هو حقق الانتصار في بغداد لكنه لم ينتصر في زاخو. زيارة الخامسة لزاخو كمدرب للشرطة ما بين الدوري والكأس، ولم يفز في أي مباراة مؤمن سليمان. الزيارة الأخيرة كانت كما قلنا خسارة في بطولة الكأس بالنسبة لفريق الشرطة، وقبلها خسارة في الدوري. يعني في الموسم الماضي فاز زاخو على الشرطة ذهابا وإيابا 1-0 في بغداد بهدف غوستافو هيريك، وفي الإياب هدفين مقابل لا شيء بهدفي أمجد عطوان وديبوتي. ولكن ذهاب هذا الموسم محمد داود حسم الصراع بهدف في الجولة العاشرة هناك في بغداد. كرة تلعب إلى الأمام، واصل المحاولة، عملية تمرير، تشيركو كريم، أورينيو يتقدم، فرصة للبرازيلي، أول وصول، أول دخول ينتظره أمجد عطوان، ولكن كرة تصل إلى حسين علي جاسم. معتز الدام يتقدم إلى الأمام للبحث عن زميل ممتاز في تحويل الكرات. المحاولة تصل إلى بسام، استلمها بسام، لف ودار، يحاول العزف في أوقات مبكرة للقيثارة، بينما المواس، بينما فتى نهر العاصي، بينما الحموي، بينما نمس يحاول ويمرر. وهنا المحاولة التي تصل في الخطوط الخلفية حاضرة. هذه كرة تلعب ومحاولة تصل إلى بسام شاكر، يمرر كرة. معتز الدام أعاد كرة في الخلف، يحاول دائما وأبدا الوصول. المحاولة التي تلعب الآن مرة أخرى، كرات تنقل وفرصة تلعب ولا زالت المحاولة. جابي جونيور كيكي يعيد كرة في الخلف مرة أخرى. علي كاظم دائما وأبدا تلعب المحاولة في الخلف عند علي كاظم. علي كاظم يحاول ينتظر زميل، ينتظر الأقرب. مرة أخرى في الخلف تلعب المحاولة، الفرصة في الوسط. شيركو كريم يحاول ويلعب كرة. بسام وأمجد عطوان في عملية بحث. ريوان الأمين يشكل ثنائية مع آدم طالب وطارق أجون على الجهة اليمنى. هنالك كرة تلعب، بسام شاكر يبحث عن المساحات، يلعبها باتجاه المواس لكنها ضاعت. هدفين للمواس في المواجهة. محمود المواس له هدفين، هدف في الموسم قبل الماضي، هذا مؤمن سليمان عندما كان الشابليلي مدربا والتقيا في بغداد، سجل هدفين. محمود المواس سجل هدف في تلك المواجهة، وهدف سجله أيضا محمود المواس في مباراة 3-2، وهي أول مواجهة للمواس أمام زاخو مع الشرطة. تلعب المحاولة على اليمين، شيركو كريم يحاول أمام فريقه السابق، أمام الفريق الذي لا سطع نجمه فيه، مع الفريق الذي انطلقت منه الموهبة في دوري نجوم العراق مع زاخو. هذا حسن أحمد، ثالث مباراة لهذا اللاعب، شارك في مباراة النفط التي تعادل فيها الشرطة بال1-1 في الجولة المباراة الأخيرة، لأنها مباراة مؤجلة من الجولة 18. وهذه الكرة تلعب إلى الأمام، تصل إلى ليونيل عتيبة أسد الكاميرون. تلعب الكرة، المحاولة لحسين جبار مرة أخرى مع عتيبة. المواس موجود، يحاول عتيبة، يدخل عتيبة، لكن الكرة برمتها غادرت المحيط وذهبت إلى خارج أرضية الملعب. هذه الكرة ذهبت إلى الخارج. ليونيل عتيبة أمامك علي كاظم هادي.
حارس مميز في ثالث موسم لعلي كاظم مع أبناء الخابور، حارس من الحراس المميزين، اسم قادم في قادم الأوقات مع المنتخبات الوطنية. تلعب الكرة إلى الأمام، واصلة باتجاه آسو رستم، يحاول آسو عملية التقدم، مرور ناجح، فرصة لضربة أولى لأبناء الخابور. هنا محاولة تلعب ولا زالت، إبعاد أول وكرة تصل في هذه اللحظات. هذا شيركو كريم يبحث عن زميل، يلعبها لمن؟ إلى أمجد عطوان الهداف التاريخي، نجم الفريقين، من فاز بالدرع مع الشرطة، يحاول أن يصنع المجد مع أبناء الخابور في انتظار بطولة الأندية الخليجية، في انتظار المباراة الواحدة التي أقرها الاتحاد الخليجي العربي. هذه كرة تلعب الآن ومحاولة تصل، جابي كيكي يمرر إلى عبود، كاسر الحدود، هدف جميل جدا في مرمى القاسم هذا الموسم. جابي كيكي يحاول فيها، جابي ينتظر الزميل الفيلسوف، وضع الخلطة اللازمة لمواجهة مؤمن. 3 مباريات ما بين مؤمن سليمان وأيوب أوديشو مع هذه المباراة، مواجهتين سابقتين تعادل في الذهاب والإياب. هذا آدم طالب نجم المستقبل في الدفاعات العراقية، آدم طالب الواضح أمامك في الأولمبي وفي الناشئين. هنا كرة تلعب والمحاولة تصير باتجاه طارق عجون، هذا طارق عجون الجزائري الواضح أمامك. طارق سينفذ الرمية الجانبية، حديث السيد محمد صلاح مع الحكم المساعد، ورقة حمراء على من؟ أيوب أوديشو يتحدث مع حكم المباراة. إذن لا يا أيوب، لا يا أيوب، ورقة حمراء ترفع في هذه اللحظات على أحد الكوادر الفنية اللي على طه زاخولي. إذن طرد في هذه اللحظات. مباراة في طور التعادل، ربع ساعة ولا زال الأمر يعني في بدايته. نعلم. إذن كرة تلعب الآن ومحاولة تصل إلى خارج أرضية الملعب في هذه اللحظات. هذا طارق عجون، تلعب كرة سريعة. محمد علي عبود يفضل العودة إلى الخلف مرة أخرى صافرة، وجود مخالفة، ضربة حرة مباشرة الآن. طرد على باسم العيبي. وهنا كرة تلعب ومحاولة تصل في الوسط. محمد علي عبود يحاول، وكرة تلعب، عملية تمرير ممتازة، فرصة ونقلة إلى الأمام، هتاخذ جميلة. أسو يحاول المرور، تلعب الكرة الآن تجاه يوسف رائد عبد الكريم، ينقلها عالية، رأسية آدم طالب. آدم طالب يحاول، كرة تبعد الآن من الجهة اليمنى. يوسف رائد يحاول مرة أخرى، لا زالت المحاولات، عودة في الخلف. يوسف رائد عبد الكريم، تعود في الخلف. جابي كيكي، علي كاظم، هذه مع جابي كيكي، تلعب في الخلف مرة أخرى. علي كاظم، ثبات لزاخو، وهذه كرة تلعب إلى الأمام. الرأسية حاضرة، الواضح أمامكم. شيركو كريم، تلعب المحاولة. أسامة رشيد يتدارك الموقف، المواسي يضغط، ولكن علي كاظم يلعب الكرة. أمجد عطوان، ممتازة، يا سلام أندري. هنا كرة ومحاولة، وماذا يقول حكم المباراة؟
يقفون أمام صمت على أعتاب ركلة جزاء. أم ماذا؟ هذه كرة، يا سلام على العزف زاخولي وليس شرطاوي في هذه الأوقات، بينما حرب المرتدات والكونتراتاك. جابي يتدخل، طارق خاتشون، الكرة إلى عبد المجيد، الرئة الثالثة للشرطة، سريع المحاولة، حسين جبار، هنا التقدم مع حسين علي جاسم، هنا محاولة والكرة فيها من جبار ينتظر، والمحاولة تلعب وتعود الآن. حسين جبار يلعبها عالية، صيحات الجماهير تطالب بالعودة إلى تقنية VAR. هذه كرة تلعب الآن، أجون يلعب الكرة والإبعاد من جابي كيكي. عد إلى الفار يا محمد يا صلاح، عد إلى الفيديو يا حكم المباراة، ماذا يقول؟ لنستمر باللعب، لا شيء، تصدي للكرة، غضب، رؤية من VAR. حارس المرمى وصل إلى الكرة، إحقاق الحق، تدخل وتدخل، وهذه كرة تلعب وجابي كيكي. طارق خاتشون بكرة تلعب الآن، الجزائري يحاول، والكرة مرة أخرى أورينيو وأمجد عطوان وكرة عند بو عطوة، يلعبها إلى الأمام، واصل إلى آسو. ركز يا آسو، ركز يا رستم، في كرة تعود إلى الخلف. طارق وكرة تلعب الآن ما بين نيجيري وتونسي، وكرة تلعب في هذه اللحظات، تمر وتصل. حسين علي جاسم عازف الألحان، تلعب الكرة في الخلف. معتز الوافد من القلعة الصفراء، الوافد من أربيل، من بدأ الرحلة من الترجي، من بدأ الرحلة من الفريق الأم لتوانسا. هذه الكرة تلعب الآن مرة أخرى على اليمين، في كرة تلعب إلى الأمام. حسين علي جاسم لكن يفضل العودة إلى الخلف. الريوان الأمين يحاول التأمين، الريوان يلعبها وتصطد، قراءة خاطئة، وكرة في انتظار المرور، في انتظار العبور. زاخو قريبين، زاخو يحاولون، آسو يحاول، الكرات التي يحتفظ بها آسو يتباطأ فيها آسو رستم تثير الغضب. عبد المجيد يتقدم، عبد المجيد يصل، والعرقلة حاضرة من يوسف رائد عبد الكريم. ماذا يحصل؟ ماذا يجري؟ المباراة مستعلة في البداية وحرب البدايات، وهذه كرة. سلامات لعبد المجيد، سلامات لأسد النيجر، سلامات لعبد الماجد بوبكر سومونا. المحاولة فيها تدخل، والبدايات جميلة في حرب البدايات. هذه كرة وتدخل، وهذه محاولة ووصول، وهذه العيون الناظرة تترقب ورقة صفراء ثانية أتتهم ولم يترقبوها. صيحات جماهيرية، حضور كبير، أجواء جميلة، الكل في البلاد جالس في البيوت، ما بين النظر إلى مباريات دورينا المحلي في كرة القدم، وما بين أمل صوب المكسيك صوب بلاد الشمس، في انتظار فرحة لبلاد الرافدين. وذا كرة، وهنا تدخل، وهنا عرقلة، وحكم المباراة أجبر بهذا التدخل على رفع الورقة الصفراء، لأن العرقلة أتت بصورة تجبر الحكم على أن يرفع الورقة الصفراء. تدخل قوي على عبد المجيد، وبالتالي نجل حماية اللاعب وسلامة اللاعب. الحكم يرفع الورقة، هذا بسام شاكر يتقدم صاحب البسمة، يحاول الغوص في دفاعات زاخو. هل يحيي جيدا أنه يمر ما بين جبال زاخو، ما بين جبال مدينة الخابور؟ هم القيثارة، 4 ألقاب لم تأتي عبثا، 4 ألقاب لم تأتي فجأة، بل هو الفريق الألمع والأمتع وصاحب الأمل. في كل موسم يتجدد، وفي كل يوم جديد هنالك أمل جديد، هنالك عزف جديد، وهنالك لحن جديد. هذا التدخل الذي كان من الريوان الأمين في كرة. رمية جانبية، حسين علي جاسم بمن حضر، بالأضرار، بكل شيء. الشرطة حاضر وموجود، وبالجمهور، بالطموح، بالجرانتا، بالروح. يحاول دائما وأبدا فريق زاخو للتقدم في المباراة. هنا كرة تلعب، جابي جونيو كيكي، أورينهو في كرة، يتقدم البرازيلي، يقولون في اللاتيني أورينهو، ويقولون في بلادنا أورينيو. وماذا نقول بلسان البرازيليين؟ أنت أورينيو، وبلساننا أنت أورينهو. والذي يعي جيدا بأنه هداف ماهر على آمال وأعتاب روبينهو ورونالدينهو وجونينهو، والأسماء التي سطرت المجد لبلاد السامبا، بلاد البرازيل، بلاد السحر، بلاد كرة القدم على شواطئ الكوبا كابانا. محاولة تلعب الآن، أمجد عطوان يمرر من ألبانيا، أندري
الكرة في المرمى حسن، والمتصدي حسن، والتايمينج رائع وراقي من حسن. كرة تلعب الآن، ريوان الأمين يمرر، جبار وعلي جاسم على يسار أهل الأرض ودار لأصحاب المجد الأخضر. هنا كرة تلعب، هم ضيوف ولكن أصحاب الدار للدوري، أصحاب الدار للبطولة المحلية. هذه كرة تلعب لأنهم اعتادوا على كل أرض يلعبون عليها بأنها أرضهم، لأنهم قادرين على كسر الصعاب. عبود يلعب كرة، المحاولة واصلة، أورينيو من اليسار يحاول باليسار، يرسل كرة، التدخل حاضر من معتز، والمتابعة موجودة من عطوان. تلعب سريعة، يوسف وعالية من عطوان، واصلة لمن يا عطوان؟ أورينيو يحاول متابعة ولكنها إلى خارج أرضية الملعب. كرة جميلة، مباراة جميلة، كل شيء جميل في الأجواء. وهنا التدخل الذي حصل في الكرة الأخيرة، لاحظ هنا التدخل من حارس المرمى الذي مسك هذه الكرة. أندري سدد كرة وحسن أحمد كان يعي جيدا. تلعب المحاولة، النقلات إلى الأمام، عملية وصول، وهنا الجماهير تنتظر تترقب. محاولة تصل محمود المواس، يحاول فيها بسام شاكر. يا سلام يا بسام، هي تريد المواس، هي تبحث عن الحموي، في كرة ترسل في منطقة الجزاء. مرت على ليونيل، مرت على أتيبا، إلى الركنية يا مساعد الحكم، إلى الكورنر يا حكم المباراة، ولكن الجميع قال في هذه اللحظات إنها إلى الخارج، ضربة مرمى. هنا التدخل، وكرة لمست قدم يوسف رائد عبد الكريم أم لا؟ سؤال مطروح في انتظار جواب. محاولة تلعب كرة في الخلف، جابي كيكي، جابي جونيور كيكي يحاول دائما وابدا. هنا محاولة في الخلف، وكرة تعود الى الكاميروني، مواجهة كاميرونية، وهنا كرة طالت وعلي كاظم يحاول، جابي ينتظر، وليونيل أتيبا يحصل على الكرة. تلعب سريعة، محاولة طارق هجون يتقدم دائما وابدا. امجد عطوان يعطي تعليمات، قائد الكتيبة. تعادل سلبي في مباراة الكرخ والقوة الجوية هنالك في استاد المدينة، والتعادل سلبي هنا في ملعب زاخو الدولي. بسام شاكر من أجل الكرة الأولى، هنا محاولة تلعب عالية في منطقة الجزاء، رأسية تبعد، حاضر التدخل من جوزيف موريسيو في كرة ممتازة جدا، ارتقاء عالمي من البرازيلي. هنا المحاولة التي تلعب وترسل، عاد محمد علي عبود، قطع الكرة، تحولات جميلة، الفرصة إلى شيركو كريم، التدخل ممتاز في توقيت رائع من طارق أجون. طارق يتدخل وأجون يبعد هذه الكرة. سلامات لشيركو كريم، لعب عاد من إصابة، تدخل كان من طارق أجون. هذا شيركو كريم حاضر في هذا التدخل، إبعاد من أمامنا، ننتظر الإعادة. أمامك تدخل من طارق أجون. سلامات لشيركو كريم في هذه اللحظات، يعاني شيركو. المواجهة 27 أيها الأحبة، في 27 مواجهة تفوق للشرطة على زاخو في سلم وسلسلة المواجهات. هنا 26 مواجهة سابقة ما بين الفريقين، فاز الشرطة ب15 وزاخو ب5 و6 تعادلات. سلامات لشيركو كريم، حزن كبير يخيم على المدرجات بعد إصابة شيركو كريم. مؤمن سليمان يعطي التعليمات. المباراة 21 بعد 100 للسيد مؤمن سليمان، 121 مباراة لمؤمن، فاز في 83 وتعادل في 25 وخسر في 12، وهذه المباراة 21 له بعد 100 إلى الآن متعادل فيها سلبيا.
الإحصائية من أصل 120. كرة تلعب أورينيو يحاول فيها بسام، عملية المرور، بسام شاكر ينتظر عبور، تلعب المحاولة واصلة في هذه اللحظات. حسين علي جاسم يطالبون تغيير اتجاه اللعب، البحث دائما وأبدا عن ليونيل أتيبا والمواس. تبادل أدوار رائع، يعني نفس النسق الذي كان يعمل المواس مع مهند علي ميمي في المواسم الماضية. تشاهدون جابي كيكي يحاول أورينيو في كرة، يحاول دائما وأبدا عملية التقدم، قطع الكرة من أتيبا، ممتاز أتيبا يلعب الكرة إلى المواس، مواس يبحث عن بسام لكن تدخل، ضغط عالي حقيقة، بريسنج عالي يفرض في الدقائق القادمة، أيضا يستمر منذ بداية الشوط وإلى الآن. واصل الكرة إلى عبد المجيد، تغيير في اتجاه اللعب، هذا حسين علي جاسم، درع مع الأبيض، درعين مع الأخضر، ولا زال يبحث عن الثالث. هذه محاولة الآن واصلة عند عبد المجيد، عبد المجيد ينتظر زميل حسين جبار الذي حقق البطولة مع أيوب ومع القوة الجوية، يطمح مع تغيير الألوان ليحققها مع الشرطة. الكرة واصلة الآن، أمجد عطوان، القاب متناثرة في الميدان بسبب الشرطة والزوراء والقوة الجوية. معتز يلعبها إلى المواس، كرات المواس أو حاولات المواس لكنها ضاعت. مواجهة محتدمة أيضا ما بين المواس وما بين حارس المرمى زاخو علي كامو. بسام شاكر يحاول، البسام يطلب منه الكرة محمود المواس لكن يفضل معتز أو هو عبد المجيد. حسين جبار إلى حسين علي جاسم، الكرة تلعب الآن، حسين علي جاسم ينتظرون في منطقة الجزاء، معتز يرتقي والكرة إلى الخارج. يوسف رائد عبد الكريم يفضل الكرة إلى خارج أرضية الملعب. هنا يقول بأن اللاعبين موجودين في 6 يارد، لذلك كان من الأفضل الإبعاد. مع ذلك علي كاظم حارس المرمى أيضا يحيي مدافعه على القتالية الأخيرة. تصعيد في هذه اللحظات كما ذكرنا، مباراة الذهاب 1-0 بهدف محمد داود، قادها المدرب وسام رزق من جانب زاخو ومن جانب الشرطة مؤمن سليمان. الآن المواس يحاول إرسال الكرة، البحث عن رأس أتيبا، البحث عن رأس هداف الفريق. الأمور لا زالت إلى الآن ينتظرون فيها وصول. محاولة تلعب الآن من خلال الركنية من أجل الهدف الأول للشرطة، من أجل عزف المجد، من أجل عزف العودة، من أجل عزف الضغط على المتصدر وعلى الوصيف. هي كرة تلعب الآن، المحاولة تصل إلى المواس، عملية المرور، يا سلام يا محمود، عالية لمن؟ أتيبا، ضربة أولى بنيران صديقة بفعل فاعل، واستغراب على محيا هذا الرجل، كبرياء البطل لا يرحم، فعلها الشرطة وأسكت الضجيج. الملوك يضعون بصمتهم فوق قمم الجبال، هنا زاخو، ولكن في الميدان الشرطة. ليونيل أتيبا يفعل فعلة عرضية من المواس، المتابعة من أتيبا لتهتز الشباك، لتحترق الشباك، فعلها البطل، فعلها حامل اللقب. هذا المواس يلعبها عالية عرضية، المتابعة لمن؟ وصل أتيبا، والذي فعل الفعل من؟ أورينيو يخطأ التقدير، يخطأ الطريق، حاول الإبعاد ولكنه إبعاد أحرق الشباك وأصمت الجميع. 1-0 للقيثارة، 1-0 لعازفي ألحان المجد، 1-0 لعازفي سيمفونية الألقاب. هنا في مدينة الخابور يتقدم الأخضر، يضرب الأخضر، تباطأ الكاميروني واستعجل البرازيلي، والذي تباطأ تأبط شرا، وأتت الكرة في المرمى في الشباك. كرة من الخلف، جابي كيكي يحاول دائما وأبدا، إدلسون بوربا أورينيو أخطأ في التقدير، اعتادوا على هز الشباك الخصوم بصاروخه اليساري، لكن يسراه ضربت المرمى واصل إلى آسو محطة اللعب. أورينيو قريب من أجل العودة إلى المباراة، من أجل التعديل. هنا محاولة، الكرة قطعت عبود، والتسلل حاضر على آسو، تسلل حاضر على آسو رستم في هذه اللحظات. أمجد عطوان هنا يحاول تأخر في النتيجة،
خسارة من الموصل في الجولة الماضية، لا يريدون خسارة أخرى هنا في هذا الملعب. لم يخسروا في هذا الملعب أبدا هذا الموسم. هنا الكرة التي تلعب الآن، المحاولة واصلة، تلعب باتجاه محمد علي عبود ضارب الحدود، يحاول الحدود اخترقت، والآن كرة مرة أخرى تلعب على اليمين، الكرة واصلة مع أورينيو، غير مقصود هذا الهدف عكسي، لكن الأفضلية الآن تؤخذ من الشرطة. مؤمن سليمان يريد انتصار تاريخي في هذا الملعب الصعب. هذه الكرة تلعب ومحاولة تصل في هذه اللحظات من الخلف، جوزيف يتقدم فيها البرازيلي، الكرة تلعب، يوسف رائد عبد الكريم يحاول صناعة هجمة، يحاول صناعة كرة واصلة إلى شيركو كريم، مشروع هدف الآن من أجل شموخ الخابور، من أجل فرحة المدينة، واصلة يا أسو، الكرة ليوسف. لا وقت للتعثر يا عبد الكريم، بينما يقسم لحكم المباراة أنها ركلة جزاء. اذهب إلى الفيديو، اذهب إلى الVAR لتشاهد العرقلة والإعثار. السؤال المطروح على حكم المباراة، هل في إعثار؟ حكم المباراة سينتظر جوابا من عصام فاضل وعلي فاضل في غرفة الVAR. هذه كرة عرضية مرة وصلت إلى يوسف، من كان قد أعثر يوسف. الآن السقوط، هذا حسين علي جاسم، هنا يوسف استلم، أنت لوحدك ضربت قدمك بقدمك فتعثرت أنت بسبب ضربة قدميك، لا وصف لها إلا هذا. أيوب أوديشو، القيد غاضب الفيلسوف يطلب الاستمرار، حكم المباراة. هذه كرة تلعب من الخلف، طارق عجون في كرة تلعب، محاولة ممتازة الآن إلى بسام شاكر، يحاول فيها بسام من أجل البسمة إلى المواص، أخذوا الثقة الآن، عملية التحولات يلعبها في منطقة الجزاء، وبرازيلي آخر يبعد، لا وقت للأهداف العكسية. الكرة وصلت إلى منطقة الجزاء، وهنا كرة ذهبت إلى ركنية. هذا المواص يحاول دائما وابدا قائد الفريق، يحاول صناعة هدف جديد، يحاول تسبب بهدف جديد. الكرة التي تلعب الآن من الركنية، الكرة عالية إلى خارج أرضية الملعب. ماذا يقول حكم المباراة؟ ركلة مرمى في هذه اللحظات عند علي كاظم، علي كاظم الذي يقف على الكرة، يلعبها عالية إلى الأمام، محاولة واصلة، الرأسية حاضرة، عملية إبعاد، استلام بالصدر، بسام شاكر يمرر كرة، طارق عجون، عالية الكرة، جابي جونيور كيكي، أورينهو يحاول قطع الكرة، مخالفة على حسين جبار، مخالفة وتدخل بقوة على حسين جبار. الكرة التي كان فيها تدخل، فيها غضب، هنا التدخل والمخالفة الحاضرة مع مطالبات أعتقد كان بوجود ورقة صفراء. هذه كثرة الاعتراضات. الجدع يتقدم في هذه اللحظات، الفرعون يضع البصمة، صانع الأمجاد يطمح لمعادلة رقم الفيلسوف في عدد الألقاب، مؤمن سليمان 4 ألقاب. تدخل ورقة صفراء على طارق عجون، تدخل وورقة صفراء، مشروع زاخو القادم هو هدف التعديل. طارق عجون يأخذ نصيبه، سمير عمر الإداري الذي طرد في الورقة الحمراء، أنا كنت أعتقد مساعد المدرب. هنا تدخل ومخالفة، تدخل بقوة على أمجد عطوان، إذن ضربة حرة مباشرة على تنفيذها أمجد عطوان. أمجد يحاول، أمجد من أجل العودة إلى المباراة. هنا محاولة، كرة عالية تلعب، واصل إلى حسن أحمد، يستلم بمكان ممتاز حسن أحمد. حارس المرمى يسيطر، أشبه بالصمت مع قرع الطبول، يحاولون التحفيز للعودة إلى المباراة. لاحظون الكرة وصلت إلى حسن أحمد، هذه المحاولة التي وصلت، وهذا الاستلام. سلامات لحسين جبار، أساسا عند إصابة حسين جبار في الرباط الصليبي، اللاعب الذي ابتعد عن الملاعب
ولاعبين يتحدثون مع حكم المباراة للحفاظ على السلامة وللرؤية إن كان هنالك دخول متهور. حسين جبار اللاعب الذي مثل أحد السعودي والقوة الجوية، الآن بداية جديدة مع الشرطة. مؤمن سليمان يعطي التعليمات. سلامات لحسين جبار. بالمناسبة ثالث أفضل دفاع في الدوري هو عند زاخو والشرطة، و19 هدفا في كل فريق قبل المباراة، لكن الآن 20 دخل مرمى زاخو لأقوى خط هجوم، يسجل الهدف الثاني وال40 فريق الشرطة. كرة تلعب من الخلف، محاولة عند حسين علي جاسم، يرسلها عالية إلى الأمام. جابي كيكي حذر من الخطأ يا جابي. بسام شاكر ممتاز في الكنترول، يطلب المواس كرة في أمام الانطلاقة، بينما خلف من المواس أرسل الكرة بسام شاكر. الكرة تلعب مرة أخرى، غضب من أيوب أوديشو يطلب منهم الانضمام الاندفاع، وكرة خاطئة الآن. عبد المجيد بدأت الأخطاء تظهر على أبناء الخابور، هذا محمود المواس، والكرة تلعب. معتز ممتاز في الكرات الطويلة إلى أتيبا للثانية. أتيبا أي كرة أضعت يا منبا، أي كرة أضعت يا منبا. أتيبا ضيع الكرة ليونيل أتيبا، ضيع الكرة في مكان كان فيه هدف محقق. لاحظ معتز لا وجود للتسلل على ما أعتقد، تقدم عليه جابي كيكي، بقي علي كاظم، انتظر علي كاظم، وليونيل وضع الكرة في الخارج، مرت إلى خارج أرضية الملعب هذه الكرة. أورينيو في الخلف، محاولات جديدة، كرات جديدة، وهذه كرة تلعب الآن. وصل عند علي كاظم، يضغط عليه محمود المواس، يأخذ مساحته، يلعبها عالية باتجاه أمجد عطوان، رأسية عبد المجيد حاضرة. أورينيو يحاول، أمجد عطوان، كرات ومعتز. ما يميز الشرطة وسط الملعب في الحقيقة، هذا ما يميزه عن الجميع. نقطة هنا معتز، تدخل حكم المباراة لا يقول شيء. محمد علي عبود، تلعب الكرة إلى آسو، يحاول المرور، يخسر الكرة آسو، يخسر الكثير من الكرات آسو. بصفته محطة لعب يحتاج إلى أن يحتفظ بالكرات، وهذا ما يفعل ليونيل أتيبا. عملية التكنيك، عملية المشاركة، بينما في الجانب المعاكس هي أخطاء عكسية تأتي دائما وأبدا. في انتظار هدية من الكرخ لتعثر القوة الجوية المتصدر، وهدية أخرى لتعثر إربيل. هنا كرة ومحاولات قائمة الآن. إربيل الذي يوم غد في ختام الجولة سيواجه نفط ميسان في ميسان. هل هنالك هدية من فرسان المملكة للشرطة؟ هل هنالك عودة للشرطة؟ غضب في المدرجات، وكرة تلعب الآن. حسن أحمد يرسل كرة، عبد المجيد يتلقاها، يلعبها سريعة إلى طارق أجو. بين صنع ألعاب يربط الكرات في الخطوط الأمامية بين وسط ميدان دفاعي، يربط الخطوط. هذه كرة، الله الله الله، ألف تحية لفتى نهر العاصي، وألفي تحية للاستمرار الكبير للمتابعة، للقراءة الرائعة من نسري قاسيون، و3000 تحية لعلي كاظم الذي صد الكرة. حقيقة هجمة منظمة ما بين قراءة مهاجم وجد فيها نفس صانع الألعاب أمام المرمى، وما بين تصدي لعلي كاظم لكرة كان من المتوقع أن تكون هدف. تلعب الكرة في الخلف، محاولة ممتازة، واصل الآن عبد المجيد، يحاول في انتظار كرة ترسل. هذا عبد المجيد يتقدم إلى الأمام، يرسل كرة باتجاه حسين جبار قريب من حسين علي جاسم. ثنائية على الجهة اليسرى لجناحين، أحدهما أخذ دور الدفاع والآخر أخذ دور الهجوم. غياب فهد اليوسف عن المباراة أيضا. كرة تلعب مرة أخرى ممتازة ما بين بسام والمواس، انطلق المواس إلى عبد المجيد، تغيير في اتجاه اللعب، محاولة التقدم إلى الأمام وتفكيك الخطوط التي أنسجها السيد أيوب أوديشو من أجل عدم إعطاء مساحات لاعبي الشرطة للتمركز والتموقع والاختراق. هذه كرة ومحاولة تلعب الآن، فرصة تصل، عملية استلام،
أمجد عطوان ممتازة، شيركو كريم يأخذ مكانه، يأخذ دورة، يحاول المرور، المتابعة حاضرة من آدم طالب، والكرة تلعب الآن شيركو وآسو، آسو ينتظر زميل، يلعب الكرة إلى أورينيو، أورينيو يحاول في كرة، عملية التمرير حاضرة في الوسط، الكرة عند محمد علي عبود، يحاول ربط الخطوط في هذه اللحظات. هنا أسامة رشيد، الذي لم نشاهده في كثير من الأدوار، الآن يستلم كرة أسامة، لم يكن يتواجد مع أمجد عطوان في قائمة الملحق الأخيرة لمدرب منتخبنا الوطني سيد ألكسندر أرنولد. هنا كرة تلعب، أو جراهام أرنولد عفوا، ألكسندر أرنولد مدافع يمين ريال مدريد الإنجليزي. هذه كرة تلعب، محاولة تلعب من الجهة اليمنى، جابي كيكي يتقدم، جابي يلعب كرة إلى الأمام، محاولة تلعب الآن، الفرصة إلى أورينيو، أورينيو يحاول، أورينيو ينتظر، يلعب الكرة إلى شيركو كريم، شيركو ينتظر زميل، هذه الكرة والمحاولة التي تلعب الآن. أمجد عطوان تدخل ومخالفة يعطيها حكم المباراة لأبناء الخابور في هذه اللحظة. أبو بكر يحصد مخالفة في هذه اللحظات. لاحظ التدخل، يحصد المخالفة أورينيو على عبد المجيد. ضربة حرة مباشرة، أندري يقف عليها الألباني، نسر الألباني، كثرة النسر في المباراة. الآن في انتظار محاولة وكرة تلعب، الفرصة تصل والكرة عالية، سترسل في هذه اللحظات، عالية في منطقة الجزاء، مرت على الجميع، مرت على الجميع، والكرة إلى خارج أرضية الملعب. كرة إلى خارج أرضية الملعب، مرت وذهبت عند هذا الرجل حسن أحمد، يذود عن المرمى الشرطاوي في هذه المباراة بعد أن رحل أحمد باسل في مهمة الوطن. كرة عالية إلى الأمام، ترسل عملية استلام بالصدر من أتيبا، محاولة تلعب إلى خارج أرضية الملعب، أخطاء في الدفاعات، وهذه ركنية جديدة للشرطة. المواس يطلب الهدوء، آخر 5 دقائق من عملية اللعب ومن شوط المباراة الأول، في انتظار الوقت المضاف. عملية اللعب في الوقت الأصلي أنا أتحدث بالذات. وهذه كرة ومحاولة تلعب من الركنية في هذه اللحظات. علي كاظم في كرة ومحاولة ينتظر من خلالها أن تصل إلى منطقة الجزاء بعد أن يرسلها محمود المواس. فتى نهر العاصي الحموي على كرة، يقف على كرة قائد الفريق، فعل كل شيء في الشرطة محمود المواس، حقيقة لا تخفى على أحد. هنا محمود المواس، هنا السوري يحاول عليها نسري قاسيون، يرسلها قريبة، جبار بكعب القدم إلى أحضان علي كاظم. الكرة التي تلعب عند علي كاظم في انتظار أن ترسل، وحكم المباراة يقر بمخالفة لصالح هذا الرجل. علي المحاولة تلعب إلى الأمام، واصلة رأسية من آدم طالب تجاه حسين علي جاسم، يقف عليها علي جاسم، يعيدها في الخلف حسين، والكرة وصلت في الوسط، محاولة تلعب الآن، عملية المرور في انتظار قطع المواس، لكنها لحسن الحظ وصلت إلى جوزيف موريس. آخر الثواني على نهاية الوقت الأصلي، كم سيعطي حكم المباراة وقتا مضاف؟ هذه محاولة وكرة تلعب في هذه اللحظات، تدخل ممتاز، قطع ممتاز، والتاكلينج رائع في كرة تلعب الآن. المحاولة تصل لمن؟ لبسام، هذا أتيبا، تشابه كبير ما بين بسام وأتيبا. أتيبا يلعب الكرات، يحاول يراوغ، ينتظر، يصل، مثل محمود المواس، مثل بسام، مثل معتز زدام. في كرة تلعب إلى الأمام، حسين علي جاسم، هذا قصير، هذا لا يمكن أن يصل الكرة بهذا الارتفاع يا حسن أحمد، لذلك كرة طالت، لذلك كرة ذهبت إلى خارج أرضية الملعب. واصل الكرة ومحاولة في الخلف، التقدم إلى الأمام، جوزيف البرازيلي يحاول دائما وأبدا، دقيقتين وقت مضاف أعطاهما حكم المباراة. الكرة في الخلف، جابي جونيور كيكي، أورينيو في كرة إلى أندري شيكيشي، في كرة تلعب، الألباني يحاول، ومحمد علي عبود ينتظر في تمريرة إلى جابي كيكي، أسامة رشيد، تمريرة قريبة،
اتجاه يوسف رائد عبد الكريم، يفتح الجهة اليمنى مع تواجد شيركو كريم لاعب الذي يتألق في اليسار، لكنه تحول على اليمين. وتتذكرون جيدا في الخليج وفي تصفيات كأس العالم مدافع اليمين وفي بطولة العرب. هذه محاولة تصل جابي جونيور كيكي الكاميروني، أورينيو المتسبب الأكبر بالهدف، يلعب كرة مع محمد علي عبود. يحاولون دائما وأبدا الفريق الأحمر. هنا المحاولة عند فرسان الشمال، عند أبناء الخابور، في كرة تلعب باليسار. آخر المحاولات، آخر الطلعات على مستوى الهجوم، ينتظرون من خلالها مد أكبر لهز شباك حسن أحمد. استلام بالصدر، آخر محاولة قد تكون، يقف يعمل عملية تمشيط للكرة، يعيدها في الخلف. طارق في انتظار الإبعاد، طارق في انتظار الوصول، العرقلة والدخول ومخالفة يعطيها حكم المباراة في هذه اللحظة. مخالفة على سورستم حكم المباراة أيها الأحبة في هذه اللحظات. يطلق الصافرة معلنا عن نهاية أحداث شوط المباراة الأول بتقدم فريق الشرطة على فريق زاخو صاحب الأرض والجمهور بهدف مقابل لا شيء بنيران صديقة أتت من البرازيلي أورينيو. هذه أحداث شوط المباراة الأول، هذه الإعادة للتدخل الأخير الذي كان من أسو على طارق أتشون. هنا أيها الأحبة مع هذه اللقطات أترككم في استراحة قصيرة وسنعود إليكم إن شاء الله قبل لحظات من انطلاق شوط المباراة. يحاول زاكر أن يقطع الكرة من أمام سامهين، وصلت الكرة هناك في جهة اليمين، تمريرة طويلة، هنا الرأسية، جول 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 لاوندي يهز الشباك بعد مرور 5 دقائق من الشوط الثاني. حسين عبد الله لاوندي يسجل أول هدف لمصلحة نادي النفط بعد تمريرة رأسية جميلة وصلت إلى لاوندي. شاهد حسام جاد الله كيف لعب الكرة بالرأس لاوندي، ولاوندي بلمسة هدف، بلمسة فنان، وضع الكرة في شباك حسن عباس ليعلن عن أول أهداف اللقاء والهدف الأول له في هذا الموسم رفقة نادي النفط. حسام جاد الله يحاول وأنا التمريرة ستار ياسين، والكرة ما زالت ومرت. الله، النيران الصديقة تحرق شباكها. هدف من حسن خالد بالخطأ في مرماه. حسن خالد يسجل في مرماه عن طريق الخطأ. أو جول على حسن خالد، وهدف ثاني لمصلحة فريق النفط. لكن أي متابعة من ستار ياسين الذي نجح باللحاق بالكرة قبل أن تخرج. شاهدنا حسام جاد الله كيف حافظ على كرته والتمريرة لستار، وستار ياسين نجح، مرت من أمام حسن عباس، وحسن خالد لمس الكرة والكرة اصطدت بحسن ودخلت في شباك الكهرباء لتعلن عن هدف ثاني لمصلحة فريق النفط. نهاد تلعب الكرة العالية، هنا المحاولة والإبعاد والمتابعة والتصويبة. جول 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 البديل حسين جاسم يسجل الهدف الأول للكهرباء، ويعطي الأمل لهذا المدرب، لهذا الألماني، أن يعود بنقطة على الأقل. هدف جميل. هل كان سجادة بحسين جاسم؟ شاهدون الكرة
والمحاولة ووصلت. نعم سجاد هو من سدد الكرة القوية في سقف المرمى. هدف جميل جدا بعد متابعة من سجاد خليل الذي وضع الكرة في سقف المرمى. شاهدي تصويبة قوية صعبة على حسين علي جولي. كاظم على اليسار، محاولة عرضية خطيرة، محاولة رأسية. الله الله الله. وهذه المرة نعم الكاميروني سيدريك ناقاه لا يضيعها لا يهدرها. نعم يقتنصها من هناك ويحلق عاليا وبرأسية رائعة يودعها في شباك الحارس مصطفى زهير، معلنا عن تقدم فريق نادي الموصل. وبعرضية رائعة من جانب حسام يقتنصها الكاميروني المدافع والقادم من الخطوط الدفاعية المرابطة هناك لدفاعات نادي الموصل، يرتقي من هناك. نعم وبرأسية يودعها في شباك مصطفى زهير، معلنا عن تقدم نادي الموصل بأول الأهداف. أول الأهداف فريق نادي الموصل يتقدم، يسجل، يدرك هدف الأسبقية، يدرك التقدم في هذه اللحظات. مشارف المنطقة، محاولة تصويب، متابعة، الاحتكاك. لا زالت خطيرة لفريق نادي الموصل. جول. الله الله الله. الهدف الثاني لمصلحة الموصل، وعن طريق أكرم رحيم يسجل نسور الحدباء الهدف الثاني. يسجلون، يتقدمون، يواصلون التألق للعودة إلى سكة الانتصارات. يسجل ثاني الأهداف أكرم رحيم، نعم، وبتمريرة وضغط رهيب كاد أن يسجل من البداية، ولكن أصر فريق نادي الموصل على تسجيل الهدف. محاولة من هناك لعلي فائز، علي يحاول، علي والتصويبة. الله الله الله. إنه زمن العودة، إنه زمن الانتصار لا الانكسار. النجف يقلص الفارق وبرأسية اللاعب محمد جاسم بعد متابعة واقتناص على مرتين من تصويبة علي فائز الخطيرة التي أربكت دفاعات الموصل والحارس مهدي هاشم الذي تمكن منها في البداية، ولكن محمد جاسم كان متابعا، كان مركزا، كان مقتنصا للكرة الماضية. نعم يسجل، يقلص الفارق من أجل العودة، من أجل الانتفاضة، من أجل العودة من جديد لتحقيق الانتصارات. هذه الأولى تصدى لها مهدي ولكن تابعها، نعم، وبرأسية وضعها وأنهاها في شباك الموصل. إلى مهند أبو طه، يرسلها كرة عالية من الطرف الأيمن، هذه خطيرة خطيرة. الله، حلق بنا إلى منصة التتويج. افتح جناحك وارتفع أكثر، فالقمة خلقت له الصقور. الله 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 الله. تسديدة غيرت مسارها، والبداية القوية وتمريرة العالية. هل هنالك راية أو لا؟ لا أعتقد بأن الراية حاضرة هنا التصويبة، لكن النيران الصديقة حضرت من أحمد نور بكرة اصطدت بأحمد نور وغيرت مسارها إلى مرمى الحارس عمار علي، وبذلك الهدف يصل لمصلحة القوة الجوية. هدف مبكر لصقور القوة الجوية بالنيران الصديقة. شوف الاستلام المميز والتصويبة من محمد جواد هداف الفريق برصيد 9 أهداف، والكرة اللي غيرت مسارها من أحمد نور ودخلت إلى مرمى الحارس عمار علي. إذن هدف مقابل لا شيء. تصل الآن بهذه اللحظات القوة الجسمانية، عملية تحضير اللعب. مهند أبو طه اللي دائما مميز بإرسال العرضيات. هذه كرة الحارس يصوب والثاني لمهند. الله، سنعود لمنصات التتويج، سنقاتل ونحاول بكل الطرق بهذه اللحظات. شوف هو اللي بدأها، لكن عملية تحضير الكرة لمحمد جواد، تصويبه من الحارث حاتم غيرت مسارها، وبالقدم الضعيفة يسجل مهند أبو طه ثاني الأهداف. هنا اللقطة
هنا اللقطة نعم الثاني يصل بالنسبة لي القوة الجوية. مهند أبو طه اللي يصل لهدف الثالث بعدما سجل على النجف وعلى القاسم، يسجل اليوم ثالث أهدافه هذا الموسم وثاني أهداف القوة الجوية. هذا مهند باغت الحارس عمار علي وسجل الهدف الثاني لمصلحة القوة الجوية أولى، وهنا الانطلاقة لمصلحة القوة الجوية، وممكن الهدف الثالث يصل بهذه اللحظات من الطرف الأيمن. الله، الثالث يصل. نعم، عمر أمين النيجيري يسجل ثالث الأهداف من شوط اللقاء الأول بتمريرة سعد عبد الأمير عصام الصبح اللي قدمها على طبق من ذهب، وعمر أمين يسجل ثالث الأهداف. نعم، ثالث الأهداف بالنسبة للقوة الجوية، هدف ثالث بهذه اللحظات. وبذلك الشوط الأول كان أزرق بكل التفاصيل، ألوانه زرقاء بكل التفاصيل مع نفس التوقيت. بنفس التوقيت كنا نتحدث عن قوة الجهة اليمنى والعرضية اللي وصلت من عصام الصبحي بعد تمريرة ذكية قدمها سعد عبد الأمير، وعمر أمين يسجل بكرة لعبت من الطرف الأيسر. حسين طالب لأسود العاصمة أمانة بغداد. الله 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 الله، هذه الأهداف وإلا فلا. البديل الناجح يسجل أول أهداف أسود العاصمة بطريقة عالمية. شوف هنا الخطأ الفادح، خطأ فادح من جيبولا، هدية على طبق من ذهب. وشوف حسين طالب ما كذب خبر. يا ساتر على الفينيشنج، على الإنهاء الجميل. شوف خطأ فادح من جيبولا، وهنا استغلال الفرص. يا الله مع النقص العددي. نعم، يسجل أمانة بغداد. أسود العاصمة يزأرون ولو كانوا متأخرين، لكن هنا الهدف الجميل يسجل بطريقة ولا أروع عن طريق اللاعب حسين طالب بهذه اللحظات. ولكن هنا الأنيق الذي يحاول أن يتبختر بأناقته بجماله، وتأتي العرضية. هنا الهدف، هنا التقدم، هنا الجول. الله يا غيث معروفي، يتقدم الأنيق ويسجل أول أهداف المباراة. هنا للأنيق بأول أهداف اللقاء من اللاعب غيث معروفي، يسجل أول أهداف المباراة. ورغم قلة الجماهير المتواجدة لنادي الطلبة وأغلبهم من يتابعونا نعم هنا عبر شاشة العراقية الرياضية، وغيث معروفي تحدى كل شيء وقال أنا هنا، ومن يفتتح التسجيل وردا هنا التقدم، هنا العرضية شاهد. وهنا بعد ما تهيأت الكرة مرت ودخلت المرمى بهدف جميل من التونسي غيث معروفي. هذا هو كأنه يقول للطلاب، ها نحن الطلاب اسمنا ونجتهد والدرس ناخذ دوره. تاريخنا بعلو النجم بالدورة علق صورة. نعم، تاريخنا بعلو النجم بالدورة علق صورة بهذا اللقاء. لكن بعد أن مضت تلك الكرة ووصلت إلى الحارس، هذا فلان. الله، هنا معتز. نعم يا معتز، هنا القيثارة من جديد يعزفونها سيمفونية خضراء في ملعب الشرطة، وكأنهم يقولون لا 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 لا، صعب جدا أن تكون في ملعب الشرطة، فلا نستسلم ولا نتراجع. وهذا معتز شاهد كيف يمسح على الشعار بعد تسجيله لهدف التعادل في ليلة الديربي في مباراة كبيرة من معتز. يسجل هدف ولا أروع ولا أجمل يا معتز. هذه الراسية بعد ما اصطدت بالمدافع ماسي جاك
خادعت الحارس وجاءت بهدف التعادل. هنا القيثارة بدأت بعزفها، نعم القيثارة التي دائما هي ما تعلن عن انتصارها. لمصلحة الشرطة من أمير صباح باللحظات الأخيرة من عمر الشوط الأول، ومحاولة وتسديدة قوية. الله يا معتز، الله 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 يا معتز. نعم للقيثارة مرة أخرى تعزف سيمفونية القيثارة بلحن الصبا، بلحن الصبا، بطور العجم يسجلون الهدف الثاني هنا في ديرب العاصمة بثاني أهداف المباراة. ومعتز نعم يسجل الهدف الثاني في المباراة للقيثارة بثاني أهداف المباراة. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم مرة أخرى. أحداث شوط المباراة الثاني هنا ما بين الشرطة وزاخو أو زاخو والشرطة. 1-0 للقيثارة في الدقيقة 29 من شوط المباراة الأول، وإلى الآن النتيجة مستمرة. هدف عكسي بعد التعليمات، بعد التركيز على الجانب الفني من المدربين وبالذات من مدرب زاخو السيد أيوب أوديشو. والآن الأمور تسير على 1-0 في انتظار النتيجة في شوط المباراة الثاني. كرة عالية ورأسية، آتبا حسين جبار يلعب كرة إلى المواس، هذه كرة انطلق المواس لهدف للمواس. جابي كيكي مع راية وتسلل. وهنا المحاولة، هنا الكرة التي مر من خلالها المواس. ينتظرون المواس. هذه كرة وصلت الراية، رفعت، برافو جابي كيكي وضعه في المحظور، والمواس حاول الوصول إلى المرمى ولكن الكرة كان فيها تصدي من جابي كيكي. لا تغييرات حتى الآن. من الخلف جابي يحاول دائما وابدا يوسف رائد عبد الكريم، عالية إلى الأمام، كرة واصلة، أسو رستم مع اعتز الدم في كرة تلعب المحاولة لصالح الشرطة من جديد. خطأ من فريق زاخو، وكرة في انتظار الرد من أورانو. رد ممتاز وتصدي رائع من حارس المرمى حسن أحمد. هذه الكرة التي وصلت، حاول أورينيو من مسافة بعيدة للرد على الهدف الذي وضعه بالخطأ. تشاهد كرة رائعة جدا. وماذا يقول حكم المباراة في هذه اللحظة؟ هل تباطأ حارس المرمى أم أنه غادر؟ ماذا يقول حكم المباراة؟ هل هي ركنية بانتظار إعادة للأخطاء أمجد عطوان؟
كرة عالية واصلة في منطقة الجزاء، استبسال وإبعاد إلى محمود المواس. عملية الانطلاقة يحاول فيها المواس، تدخل يتعثر ويواصل هذا بسام، سحب الكرة وغضب من المواس. طارق خجون ينتظر زميل، عالية الكرة من آدم طالب، يبحث عن المواس، يحاول فيها أورينيو. يا سلام يا محمود، ما هذا يا المواس، يتقدم والبرازيلي والمواس مشاغب مشاكس. وهذه كرة تلعب الآن مرة أخرى في الخلف. جوزيف موريسيو كرة إلى الأمام، عملية تدخل وقطع للكرة. حكم المباراة ماذا يقول على عبد المجيد؟ أبو بكر عليه المخالفة كما هي الإشارة حاضرة. إذن هتافات الجماهير هنا في زاخو في مدينة التعايش. هذه كرة ومحاولة تلعب في الخلف. جابي جونيور كيكي يحاولون دائما وابدا عمليه المرور. اورينيو يلعب الكره الى الامام، ولكن الفرصه عند طارق خجون. عبد المجيد قطعت الكره للتعادل. اورينيو يمر، البرازيلي يحاور يلعبها عاليه. اندري طالت على اندري، تحولوا في المرتدات عكس الهجوم الان بالكونتر اتاك. حسين علي جاسم ينظر لمن، ينتظر من، الى جبار. المواس سيفتح طريق وجبار يلاعب المدافعين. جبار ينتظر مرور، هنا المواس الى حسين علي جاسم، الى من قادر على المرور، الى المواس. مثلث ممتاز، محاولات تمريرات سلسله. سقط معتز، استعادوها فرسان الشمال. بينما كره تلعب الان. اسو يتفوق على ادم طالب. ماذا يمر اسو، يغوص اسو، يحاول اسو، ينتظر من، مرت وصلت. بانالتي لا زاخولي، ركلة جزاء لزاخو، ركلة جزاء لأبناء الخابور. زاخولا، أصوات ترتفع وهنالك نداء ينتظر إغاثة العودة. يا عبد المجيد، يا عبد المجيد، التدخل والداس على القدم، داس على القدم. وهنا العرقلة لأندري شيكي كان محتالا ووقع عبد المجيد في المحظور من أجل أن تشتعل المباراة، من أجل الصرخة. الكل يحتفل، الكل يصرخ، ومن أجل العودة والتعديل، ومن أجل اللا انتصار لمؤمن سليمان. زاخو تؤكد ركلة الجزاء. محمد صلاح في حديث وفي تدخل. ماذا جرى وما الذي حصل؟ هنالك تدخلات والتحامات. سلامات في هذه اللحظات. محمد علي عبود يحافظ على الكرة. الهدوء يا شباب، الهدوء يا شباب. مباراة جميلة، هذا جزء من كرة القدم. هنا الفيلسوف يترقب العودة إلى المباراة. خبير وكبير التدريب في بلادنا الحبيبة، الذي تغيب عنه الابتسامة في كل الظروف، ما بالك ومتأخر وعلى أنغام الجماهير ينتظر العودة وزخات المطر التي تهطل هنا على ملعب زاخو. أتى التأكيد. محمد صلاح يطلب جوابا من الVAR، غرفة الفيديو. ماذا هنالك وماذا فعل عبد المجيد؟ أن نذهب باتجاه ركلة الجزاء أم أن لغرفة الفار رأي آخر في هذه اللحظات؟ ننتظر الجواب. تؤكد ركلة الجزاء. شاهدنا تدخل بقدم عبد المجيد على قدم أندري شيكيشي، وفي انتظار جواب من غرفة الVAR. محمد علي عبود جالس جلسته وماخذ دوره وينتظر استعادة التعادل في هذه اللحظات، ينتظر استعادة العودة إلى 1-1. لاحظ هنا المجانين، هنا العاشقين، هنا الذين كل الأقلام انكتبت عليهم لا يمكنها أن تصف لا زاخو ولا أبناء المدينة ولا جمهور مدينة خابور. إضافة كبيرة ومباراة كبيرة، والكل ينتظر الآن، الكل ينتظر الآن، الكل يطمح الآن. الكرة الآن في انتظار ماذا؟ في انتظار جواب،
في انتظار جواب. المحاولة الآن ينتظرها من ينتظر الذي يضرب هذه الجماهير التي قطعت المسافات وتنتظر تحت زخات المطر جوابا. عاد أيوب، أعاد الهيبة حقيقة لهذا الفريق، أعاد المستوى. سابقا كان الهجوم في زاخو كعصف صامت، حتى ضبط أيوب الأوتار من على الخط. نشاهد الإبداع الذي ترجم إلى أهداف تزلزل الأركان. جماهير تتفاعل. إذن في انتظار الجواب. حكم المباراة يؤكد ركلة الجزاء في هذه اللحظات مع ورقة صفراء. يخرج السيد محمد صلاح. مؤمن سليمان. الحديث عسو رستم في مرمى فريقه السابق يترقب. حسن أحمد يشاهد. إذن عسو رستم على تنفيذ ركلة الجزاء من أجل عودة زاخو إلى المباراة، من أجل عودة أبناء الخابور، من أجل التعديل. حسن أحمد هل يأخذ دور البطل ويبقي البطل متقدما في المباراة، أم أن لآسو كلمة، أم أن لآسو صرخة في مرمى فريقه السابق؟ جبل بخير ينتظر هزة، ينتظر صرخة يتقدم من خلالها هذا الرجل آسو رستم في مواجهة حسن أحمد. مواجهة مباشرة بيمناه يتقدم. هو هو هو. حسن أحمد يأخذ دور البطل ليبقي البطل في المباراة، ليبقي البطل في القمة. وغضب لعطوان أخذ دور باسل ليكون الباسل. أصرخ ليجن جنونك، فما يجري في بغداد لو تنقله عدسات الكاميرا ستراه في الرصافة خارقا للعادة. ماذا فعلت يا آسو؟ وأي قراءة يا حسن، وأي بسمة يا حسن، وأي دعوة تلقيتها بالتوفيق يا حسن. هذه كرة تلعب، مدرجات صمدت وقلعة صمدت، 1-0 حتى الآن في المباراة. الكرة تلعب وتعود في الخلف عند محمد علي عبود. عالية للتعديل أندري. ماذا تفعلون؟ وأي كرات تضيعون؟ وأي جمهور تسكتون الآن؟ ماذا يجري للهجوم؟ ماذا يجري للهجوم يا أيوب؟ كرات تضيع. أندري تسبب بركلة جزاء وقدم طبق كرة على طبق من ذهب لآسور أو لشيركو في هذه اللحظة. حقيقة كرة ضاعت بغرابة. إلى الآن الشرطة يحافظ، إلى الآن الظروف تقف مع القيثارة. حسن يلعب كرة إلى الأمام. آسو بالكنترول يحاول، الكرة تعود، ثبات دفاعي للشرطة. هنا التقدم. آسو يلعب الكرة باتجاه شيركو كريم. ماذا يفعل شيركو؟ ماذا عسى أن يعمل شيركو؟ يخطئ شيركو. بدأوا شيئا فشيئا يصابون بالإحباط في هذه اللحظة. تلعب المحاولة الآن. كرة تلعب سرقة من أتيبا. ليونيل يحاول ولكن إبعاد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. الكرة التي تلعب إلى خارج أرضية الملعب هذا أتيبا. رمية جانبية. طارق يتقدم. كرة عالية في منطقة الجزاء. عبد المجيد من أجل هدف ثاني، من أجل التأمين. تحولات الآن أورينيو يلعب الكرة باتجاه أمجد عطوان. أمجد عطوان كان غاضب لأن
آسو لم يترك له المجال ويفسح المجال للتسديد. تدخل وحكم المباراة يعطي مخالفة مع مطالبة بطاقة على آدم طالب. كرة تلعب الآن، محاولة تصل لصالح فريق نادي زاخو. كرة فيها شركو كريم يتقدم، يحاول يمر، يتلاعب ويمر ويفعل كل شيء، لكن الأهداف هنا أورينيو يحصل على فسحة، على مجال، فسحة وفرت لهذا الرجل وسدد. أندري الألباني يتقدم، يلعب الكرة، رأسية آدم طالب، ممتاز آدم طالب في التدخل والقراءة. جابي كيكي، تراجع الشرطة بكامل العدة والعدد، المعرفة والإدراك التام بأن فريق زاخو لا يمكن إعطائه المساحات، لذلك مؤمن سليمان يلعب بالواقع، يتفوق على أيوب الذي فتح اللعب، وبالتالي الأمور إلى الآن سائرة ب1-0. هي كرة تلعب، أورينيو، إيدلسون في كرة من الخلف، تلعب الآن محاولة باتجاه يوسف رائد عبد الكريم، محاولة وكرة من الخلف الآن، عملية التقدم وصلت إلى أمجد عطوان، تلعب كرة ومحاولة عند معتز الدام، معتز يتقدم، معتز يحاول اصطياد علي كاظم من هذا المكان وإلى خارج أرضية الملعب. حاول اصطياد علي كاظم من هذا المكان معتز، ولكن إلى خارج أرضية الملعب ذهبت الكرة الأخيرة. كرات تلعب، محاولات تستمر، وكل شيء في انتظار حضور في هذه المباراة. من الخلف جوزيه. حقيقة نادي الشرطة فريق بطولات في الآونة الأخيرة، يقدم كرة قدم جميلة وتراه لا ينكسر في الأوقات الصعبة أبدا، يعني في كل موسم بعيد عن اللقب، ويأتي الشرطة من خلف الجميع ليحصل على اللقب، اللي يتمكن من العبور. وأيوب يتذكر ما فعل الشرطة في موسم 23-24 في فريق انفجاري للقوة الجوية، يومها ضاع اللقب بغرابة. الموسم الماضي أيضا منافسة مع الزوراء واللقب شرطاوي. كرة تلعب في هذه اللحظات، رأسية حاضرة أمجد عطوان، محاولة في منطقة الجزاء، هل يفضل تسديد المباشرة؟ أندري، ركلة الجزاء، الفرصة السانحة الأكبر لأن يعود فريق زاخو إلى المباراة لكنها ضاعت. هذا ما جرى وهذا ما حصل. محاولة وكرة تلعب فيها وقوف، يوسف رائد عبد الكريم من الخلف، تلعب إلى الأمام، تدخل حاضر، قتالية عالية، بطولية كبيرة. هنا الفرصة عند أندري، جابي كيكي، يحاول جابي، ينتظر في كرة على طرف أورينيو، أورينيو يحاول يلعب الكرة، عبد المجيد، آدم طالب، الكرة تصل في هذه اللحظات، إعادة الكرة إلى جابي كيكي مرة أخرى، التمرير حاضر، وجابي، أمجد عطوان، شيركو كريم يحاول يلعب الكرة، آسو، أمجد يتقدم، قد يفعلها، صمت كثيرا وفي لحظة كان من الممكن هز الشباك عن طريق هذا الرجل الذي سدد كرة مرت إلى خارج أرضية الملعب بغرابة، حقيقة بغرابة، مرت هذه الكرة بغرابة لتذهب إلى خارج أرضية الملعب، تسديدة في غفلة من الجميع، والكرة ذهبت إلى خارج أرضية الملعب. تغيير في هذه اللحظات، بسام شاكر يغادر أرضية الملعب. من البديل؟ عبد الرزاق قاسم هو البديل في هذه اللحظات.
هذا عبد الرزاق. جماهير زاخو تنتظر أحوال صعبة. كرة تلعب، قطع من عبد المجيد في هذه اللحظات. شعر المدرب أن التأمين الدفاعي يحتاج إلى وسط دفاعي آخر يساند عبد المجيد، لذلك قرر سحب بسام والدفع بعبد الرزاق. لاحظ محورين سيلعب المدرب. عبد المجيد تعب وبسام تعب، ومن الأفضل إخراج بسام للحفاظ على عبد المجيد. قطع للكرة يقول حكم المباراة، بينما هنا المحاولة لصالح أبناء الخابور. تتحرك المدرجات، ترقب وانتظار، وكرة تلعب. لا مستحيل أمام مؤمن سليمان حتى الآن، فيما كرة ومحاولة تصل عند محمد علي عبود. عملية التمرير، حاضر الكرة. 11 مباراة لزاخو على ملعبه هذا الموسم، منها مباراتين في ملعب دوهوك وأخرى في ملعب إربيل. وإلى الآن الفريق فاز في 6 وتعادل في 5 ولم يخسر ولا مباراة. يعني أنه في هذا الملعب فريق مستمر، حقق 3 انتصارات من أصل 6، عفوا 4 من أصل 6، لأن انتصار على القوة الجوية في ملعب دوهوك، ولا 5 من أصل 6 انتصار في ملعب دوهوك. من مباراة دوهوك وزاخو انتهت بتعادل. ممتاز شيركو كريم، الكرة العالية الآن واصلة. أندري للرد يا أندري، للتعديل يا أندري، ولكن كرة إلى خارج أرضية الملعب. كرة إلى خارج أرضية الملعب كانت من هذا الرجل. أندري تسبب بركلة الجزاء وقدم مباراة رائعة جدا حقيقة. أندري شاهد بنفسك سلامات لمحمود المواس، الفتى الذي لم يترك للمستحيل بابا ولا طرقة ولا للمجد قمة إلا واعتلاها. 4 أدرع كتبت بمداد عرقه، وكأس للسوبر شهد أنه السيد في حضرة الكبار، ولقب في الكأس كان للقيثارة ابتعاد كثير عن هذا اللقب. كرة عالية للأمام، سلامات للمواس. ما تشوف شر يا محمود. انتظر العودة معتز، يتقدم إلى الأمام معتز، يتلاعب الدفاعات، لا مخالفة يقول حكم المباراة. بينما كرة في محاولة المرور والعبور وإلى خارج أرضية الملعب، تمر وتصل هذه الكرة. ريوان أمين وشيركو كريم، صراع محتدم مع غضب. آدم طالب يطلب من شيركو الهدوء، ورقة صفراء لكل لاعب. إذن ورقة صفراء في كل خانة الآن. مباراة بدأت تأخذ طبعا الندية الكبيرة في البطاقات. إذن يناظر مؤمن سليمان. محاولة وأورينيو يتقدم من أجل التعديل، قد يسدد من هنا، قد يسدد، يلعبها عالي أورينيو. وهنا ريوان الأمين عبد المجيد بحث عن طارق أجون الذي يبعد كرة إلى الأمام. طارق أجون من الخلف. إذن محاولة تلعب الآن في هذه اللحظات.
كرة تلعب من الخلف. لا زال آدم طالب يبعد، وكرة تلعب إلى الأمام واصلة في هذه اللحظات. علي كاظم يحاول دائما وأبدا كرة من الخلف تلعب مرة أخرى. جوزيف، جابي كيكي، عالية الكرة. أندري يحاول، طالت على آدم طالب يبعدها إلى خارج أرضية الملعب في هذه اللحظة. محاولة مرة أخرى، عملية التقدم شركو كريم من أجل التعديل. الكرة العالية للتعديل، وحسن أحمد. حسن أحمد رجل المواقيت والأوقات الصعبة بالأحرى. توقف إلى الآن مباراة القوة الجوية والكرخ في استاد المدينة. هذا محمود المواس. كرة تلعب ومحاولة تصل في هذه اللحظات. أمطار الخير تهطل على استاد زاخو الدولي، والمباراة لا زالت مستمرة. تلعب كرة إلى خارج أرضية الملعب. طبول تقرع ومحاولة تصل من الطرف الآن. عملية لعب الكرة بالقدم، التقدم في هذه اللحظات. إليو البديل يلعب كرة باتجاه آسو، وكرة واصلة إلى حسن أحمد. دفع بإليو آدم. حسن أحمد في هذا التوقيت وفي هذا الجو الجميل ندعو لمنتخبنا الوطني بالتوفيق في أرض المكسيك. كرة تلعب إلى الأمام، محاولة المواس. هنا كرة يحاول فيها محمود، ولا زال النمس ينتظر الفراغ. هنا كرة والتقدم. عبد المجيد يلعبها إلى الأمام، تدفع إلى الأمام، يهيئ المواس لهدف ثاني. ضاعت على حسين جبار، ضاعت على حسين جبار. وكرة تلعب في هذه اللحظات من خلال الرمية الجانبية. زاخو زاخو زاخو. طارق خجون. أمال كبيرة على الشرطة في هذه المباراة من جماهيرها. وهنا كرة عالية تلعب، وصلت المحاولة إلى أورينيو. أورينيو يحاول، والكرة فيها وصول عند آدم طالب. العودة في الخلف في هذه اللحظات، بينما كرة في انتظار أن تلعب وتصل إلى الأمام. أجواء جميلة، أجواء المطر. ننتظر من خلال هذا المطر كما قال السياب: مطر مطر مطر، أن يذهب بدعائنا إلى قلب السماء، إلى المكسيك موعدنا القادم. يا أرض الهضاب العالية، افتحي أبوابك، فقد جاءك من طوع المستحيل من ضفاف الرافدين ليعانقوا شمسك من جديد. نحن هنا يا مكسيك، جئنا نستحضر أمجاد 86 يوم استقرت قذيفة الخالد أحمد راضي في مرمى الشياطين الحمر لتعلن شموخ النخيل في أرض الأستيك. نحن الذين نصنع من الأمل طريقا ومن الملحق بوابة لعبور نحو المجد. إذ قيل لنا الصعاب جمة قلنا نحن العراق، فاستقبلينا يا مكسيك. من أقصى الوطن إلى أقصاه النبض واحد والقلب واحد والكل عراقي، قادمون لنكتب التاريخ بأقدامنا، فلا مكان للمستحيل في قاموس الأسود. وهذه كرة خطيرة وصلت إلى أحضان علي كاظم. تغييرين ينتظرهما السيد مؤمن سليمان في هذه اللحظات. هنا كرة تلعب الآن عند ريوان الأمين، يحاول التنشيط مؤمن سليمان في كرة ومحاولة تلعب وتصل
في هذه اللحظات. إليو رائعة جدا عملية الاستلام. أحمد فرحان يستعد وكرة تلعب مرة أخرى. التقدم حاضر. هذا حميد علي. حميد علي يلعب كرة على الطرف. حميد ينقلها عالية. حميد لمن يا حميد؟ لعطوان صاحب كرة التعديل. هي تريد عطوان ويبحث عن منفذ. عطوان ينتظر مخالفة. عطوان حسين علي جاسم بحرب الارتداد، ولكن كرة إلى خارج أرضية أو بعيدة عن المدى الذي كان منتظر. كرة إلى أوسو في هذه المحاولة إلى شيركو يحاول. أندري موجود في أرضية الملعب. تغييرين الآن للشرطة. شوف هنا التدخل وهنا العودة. واصلة كرة التدخل الأخرى على أمجد عطوان في هذه اللقطة. بدأت الجماهير تتفاعل. بدأ كل شيء يلوح في الأفق. أحمد فرحان مع دومينيك ميندي. الخروج لحسين جبار ومعتز في هذه اللحظات. يغادر حسين جبار، يغادر معتز، يدخل أحمد فرحان ودومينيك ميندي الوافد من النجف. يأخذ التعليمات الكابتن محمود المواس من المدرب السيد مؤمن سليمان. دخول جديد المتألق الجناح البصري الذي في انتظار حضور جديد لهذا اللاعب. ننتظر جوابا من الجنوب للسؤال متى يأتي الهدف الثاني. كرة عالية واصلة. الجماهير تتفاعل. عملية التقدم بكعب القدم. عبد الرزاق عبده يحاول. دومينيك مندي. أسد تيرانجا في كرة إلى محارب الصحراء طارق قجون. كرة إفريقية خالصة يحاولون انتزاعها وينتزع الفرسان. ممتازة تلعب سريع من أسامة وإلى خارج أرضية الملعب. هذا عبد المجيد في كرة جميلة. مواجهة بصرية على الجهة اليسرى. أحمد فرحان وحميد علي. أحمد فرحان موجود على اليمين لكن سرعان ما تراه يتبادل الأدوار مع محمود المواس. كرة تلعب جابي كيكي في كرة تعود الربع ساعة الأخيرة. هل يعود زاخو؟ هي كرة التعديل. ماذا؟ مطرقة في الخلف. ما شاء الله على آدم طالب. كرة تلعب الآن. الفريق الذي يقهر الظروف حقيقة هو فريق الشرطة. دائما وأبدا البصمات واضحة لهذا الفريق. يا لها من قيثارة خضراء تعزف ألحان المجد في كل ملعب تطوءه. نادي الشرطة الاسم الذي لا يذكر إلا مقرونا دوما وأبدا بالتاريخ، بالهيبة، بالصوت العالي في ساحات التحدي. من بغداد خرج العملاق يحمل إرث الأبطال وعينه دوما على القمة، وجمهوره ليس أي جمهور عادي لا يعرف التراجع. يزهر المدرجات بالأخضر ويبث في لاعبيهم روحا لا تقهر. لم يشجعوا أبدا بل يقاتلون مع الفريق بروح واحدة وصوت واحد. نحن القيثارة، نحن المجد. وعاص رستم ربما سيغادر في التغيير القادم، لذلك المخرج يذكرهم بهذه اللقطة التي تصدى فيها حسن أحمد لركلة الجزاء. في لحظة غضب وصلت على هذا المدرج الذي دائما وأبدا ما كانت أصواته تعلو فوق كل الأصوات، لكن صرخة هنا أغلبت الجميع. إذن أسو رستم، أسامة رشيد ومن المغادر الثالث إليو آدم يدخل بديلا في هذه اللحظات. حميد علي دخل، إليو دخل، محمد صولة دخل، ومن الآخر وعمر جوبي أيضا. عمر جوبي دخل. تنشيطات في زاخو، محاولة وكرة تلعب إلى الأمام. وصلت هذه الكرة لتدفع، قرعة القبول. ينتظرون الفرح. حميد علي، محاولة تلعب في هذه اللحظات. واصلة في كرة
فرصة لا زالت لزاخو محمد علي عبود، تصدي من دومينيك ميندي. تدخل في هذه اللحظات، كرة تلعب اتجاه أحمد فرحان للختام ولا جواب يأتي من فرحان ولا من الجنوب، وكرة إلى خارج أرضية الملعب. كرة إلى خارج أرضية الملعب. ذهبت الكرة الأخيرة إلى خارج أرضية الملعب، محاولة محققة لهدف. رفع التحية المواس ليفرح لكنه عاد خائبا. هذه الكرة تلعب سريعة، دومينيك ميندي تحكم بالكرة والسيطرة على الإيقاع من الخلف. طارق عجون يحاول طارق، هنا حكم المباراة يقول لا شيء. الكرة تلعب وتصل باتجاه دفاعات نادي زاخو. هذا طارق عجون حقيقة قدم مستوى مميز في هذه المباراة، دائما تدخل الدفاعي ممتاز. غياب أمير صباح، هنا كرة تلعب الآن، محاولة تصل إلى عطوان للعودة ومتى تكتب العودة من صدر حسين علي جاسم إلى أحضان حسن أحمد. كل شيء موجود، كل شيء حاضر، والكل يدافع عن اللون الأخضر. إبعاد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. سلامات لحسن أحمد، يتعرض لشد عضلي في هذه اللحظات. سلامات لحارس مرمى نادي الشرطة. هنا الكرة التي أبعدت، لحظات حاسمة، لحظات صعبة. كرة والتقدم لأمجد عطوان، حاول إيصال الكرة إلى باعمر جوبي. حسن أحمد، هنا الكرة التي وصلت إلى حارس المرمى، لا زالت الأمور مستمرة. إذن الشرطة يحاول الحصول على انتصار جديد في مواجهة لزاخو. الأمور سائرة على التقدم بال1-0، يبحث عن الفوز السادس عشر في تاريخ لقاءات الفريقين، وإلى الآن قائم 10 دقائق قد تفصل مع الوقت الأصلي. أيوب أوديشو ينظر إلى ما يجري. هنا حسن أحمد، حاضرين موجودين. هذا البديل القادم من الميناء حميد علي، دخل بديلا ليوسف راد عبد الكريم. يوسف اصلا عنده انذار، لذلك المدرب السيد ايوب اوديشو ذهب باتجاه اراحته. اذا هادي صالح كريم بديلا لمن؟ بديلا لشيركو كريم. لاعب مميز هادي صالح. كرة إلى الأمام، تلعب وتعود، تدخل الحاضر والصمت في هذه اللحظات. توقف مباراة القوة الجوية والكرف حتى اللحظة، ذلك بعد انتصار الشرطة. غدا إربيل. القوة الجوية يجب أن يضع في حساباته أن الانتصار ولا شيء غير الانتصار، لأن المباراة القادمة ستكون أمام نادي الشرطة في ملعب الشرطة تمام الساعة 8 يوم الثلاثاء 31 من مارس، آخر أيام مارس. اليوم اللف ودار نيجيري محمد علي عبود يريد أخذ قرار من هذا المكان. كرة عالية، محمود المواس في كل مكان وزمان يتواجد، ضاعت من محمد صولة. دومينيك مندي إلى أتباع حسين علي جاسم، ماذا سيفعل؟ أحمد فرحان في الاتجاه المعاكس، يحاول التغيير في اتجاه لعب، خروج لعلي كاظم، الرأسية. يا سلام، ما هذا يا عبد السلام، ما هذا يا علي كاظم؟ أنت أسد في التصدي وكنت أسد في الخروج، وزعرت أمام المهاجم لإبعاد الكرة. علي كاظم المبدع دوما وأبدا، علي كاظم المتألق الذي يبحث عن ضوء أخضر للانضمام إلى كتيبة الأسود قريبا إن شاء الله يا علي. محاولة تلعب الآن، عملية التقدم. أورينيو يحاول في كرة تلعب الآن، هل تأتي الفرصة للتصحيح يا أورينيو؟ هل تنصفك الكرة في هذه المباراة يا أورينيو؟
جابي كيكي في كرة إلى محمد علي عبود، حصار من زاخو، الجماهير تنتظر والأمطار تواصل السقوط والأمطار تواصل الهطول. مرة ديمبلي، مرة حميد علي، ينتظر زميل المحاولة عند أندري. التقدم الآن أورينيو في كرة على اليسار، هنا فرصة ومحاولة وتقدم الآن آسو وطارق هجون، وظهر طارق هجون، وكان هذا هادي صالح، كان هادي صالح. كرة تلعب الآن تسديدة للتعديل، هزت القلوب ولكن تمكن حسن من السيطرة عليها. المشاورات كل شيء حاضر. هذا دومينيك ميندي يحاول، هنا التقدم الآن، هنا ميندي، هنا من ينتظر زميل. تلعب كرة إلى المواس، تلعب كرة إلى الحموي، تلعب إلى ابن مدينة النواعير. هذه كرة تلعب الآن وتصل في هذه اللحظات. أتيبا يلعب الكرة إلى أحمد فرحان. إلى أين ذهبت بها يا أتيبا؟ استغراب على الحالة الأخيرة. أحمد فرحان يحاول، ينتظر زميل، يلعب ويمرر. الفرصة حاضرة. طارق هجون، يتقدم طارق، عملية التكريك الآن قد يفعلها طارق، يبحث عن أتيبا. ضاعت على هجون وضاعت على الشرطة وضاعت على القيثارة في آخر اللحظات. ماذا يجري؟ ماذا يحصل؟ وأي إبداع وإقناع هذا يا قيثارة. هذه الكرة وهذه المحاولة، وهنا الفرصة التي وصلت حسن أحمد. ما هذا الجمال، ما هذا الإبداع، ما هذا التألق. الشرطة يواصل التقدم، الشرطة يواصل البحث عن الخامس، العنوان الأبرز. أعدت مباراة القوة الجوية والكرخ. هنا الكرة وهنا المحاولة وهنا الفرصة التي ستأتي الآن عند المواس. راقبوه جيدا، انتبهوا إلى تحركات المواس، إلى المسبب الأكبر بالهدف عبد الرزاق. الكرة في المدى البعيد باتجاه أتيبا لكنها إلى خارج أرضية الملعب. هذا عبد الرزاق الذي حاول. دومينيك ميندي، محاولة مرة أخرى. عادت الكرة في وسط الملعب. من الخلف تدار الكرات ومحاولة أخرى تدار في انتظار التسديد. تلعب إلى أمجد عطوان. أمجد عطوان لو أتيحت له فرصة محققة حقيقة سيسجل، لاعب بإمكانيات عالية. محمود المواس ينتظر أيضا وصول جديد. أمجد عطوان ينتظر وصول جديد. محطات حميد علي يحاول التمرير. حميد مرة أخرى. فيها مخالفة وفيها تدخل على حسين علي الجاسم. هذا التدخل الأخير ومخالفة على حسين علي الجاسم لصالح حميد علي. في هذه اللحظات بدأ الهدوء. محمد صالح صولع ما بين الدعوات وما بين الهتافات. انتظرون زاخو العودة. محمد صالح صولع على كرة. الليبي ينتظر والواضح أمامكم الجامبي موجود، بينما كرة عالية واصلة في منطقة الجزاء للتعديل ولكن لم يأتي التعديل. محمد علي عبود، بينما كرة تسدد الآن. عملية الارتداد. أتيبا يحاول، أتيبا يجري، أتيبا لكن السرعة من أورينيو، السرعة من البرازيلي يحاول فيها أورينيو. ينتظر زميل، لف ودار أورينيو. عاد بالكرة من جديد. روح كبيرة، إصرار كبير على العودة إلى المباراة. هنا المحاولة وهنا الكرة وهنا اللقطة وهنا الجمال، كل ذلك الوصف يليق بما يجري في أرضية الملعب. وهذه كرة تعود مرة أخرى. تغييرات تتوالى من السيد مؤمن سليمان.
انتصار ثمين لمؤمن بعد زيارات عديدة لم يفلح فيها في تحقيق الانتصار هنا. 4 سابقة لم يفز، وفي الخامسة إلى الآن متقدم. هنا كرة ومحاولة، ابعد يا عبد الرزاق، وهنا التسديدة، إليو يحاول، الكرة تعود، دومينيك مندي، الأمطار تؤثر، دومينيك يحاول، ينطلق السنغالي أسد تيرانجا، يلعب الكرة على الجهة اليسرى، الزهرة الكاميرونية من أتباع، يتقدم أتباع، ينتظر زميل، هذا مندي لمن يا مندي؟ لأحمد فرحان، أحمد فرحان، صرخة الجنوب في أقصى الشمال، هل تسمع الآن من قدم هذا الرجل؟ يحاول، يتقدم، يتلاعب، ينتظر، يمرر إلى مندي. 3 يأخذون الأدوار والباقي في الخلف للحفاظ، والباقي بالخبرة يحافظون. وهذه كرة تلعب الآن، إليو آدم يعيد الكرة في الخلف عند علي كاظم. لحظات أخيرة، لحظات صعبة، وهنا الكرة التي تلعب الآن، المحاولة التي تصل، الفرصة التي تلعب مرة أخرى. يتهيئون جيدا لتغييرات جديدة، يتهيئون جيدا. هنا سامبو سيشترك في هذه اللحظات، وأيضا معه سيشترك على ما أعتقد أثير صالح. هنا كرة أو سالم أحمد على شهادة أثير صالح. هذه كرة تلعب الآن، محاولة مرة أخرى، فرصة لإرسال كرة عالية في منطقة الجزاء، لا أحد، عملية الإبعاد، عطوان يحاول والكرة تعود، عبود ينتظر، احمل نفسك يا عبد المجيد، تحمل يا عبد المجيد، والكرة تعود مرة أخرى. الفرصة عند محمد صالح صولة، في كرة تلعب ومحاولة تصل، الكرة تعود مرة أخرى عند محمد صالح صولة، عادت الكرة في منطقة الجزاء، الرأسية والإبعاد، تدخل حاضر، ضغط من زاخو، هدف لو أتى ستنفجر المدرجات في هذه اللحظات. بينما كرة ليعوض، الله الله الله، إن كان دوكا في المرمى فالسواري بغداد عالية وحاميها حسن أحمد يمنع كل ذلك. الكرة تلعب، يحاولون بكعب القدم، عطوان في انتظار أورينيو، قريبين والأقرب من ما هذا يا حسن. ألف تحية وسلام يا حسن، إبداع وإمتاع مع 6 دقائق وقت مضاف. الشرطة بجدارة، القيثارة يواصل التقدم والبحث عن الوصول إلى الصدارة. هذا أورينيو يحاول التعويض، لا زال يبحث عن التعويض بكعب القدم عطوان، والكرة إلى خارج أرضية. التغطية كانت حاضرة، أورينيو يندب حظه حقيقة. لاحظ يسراه المعتادة، سدد وحسن أحمد. يا سلام يا سلام يا حسن، يا سلام يا حسن، تحية وسلام لحسن أحمد على هذا التصدي وهذا الحضور وهذا الجمال، حقيقة حضور رائع. أثير صالح يغادر المواس. أنا المحب الذي بالعهد ملتزم، أنا الوفي لهم حتى وإن رحلوا. يغازل الشباك كما يغازل الشاعر قصيدته، وليس مجرد لاعب، بل هو تاريخ يمشي على قدمين، هو الروح التي لا تنطفئ، والغيرة التي تحرق المستحيل. أقل وصفا بحق محمود المواس، أفضل لاعب محترف في تاريخ الدوري، المحترف الهداف للدوري عبر التاريخ، 70 هدف للمواس، 4 ألقاب في الدوري، لقب في السوبر، لقب في الكاس، وكل ذلك يفعله محمود. جواب الجنوب، أوه يا أحمد يا فرحان، ننتظر جواب الجنوب لهدف ثاني يا أحمد يا فرحان. هنا كرة ضاعت، وهنا محاولة وصلت، وعلي كاظم الشرطة نحو النقطة 52. إذن القيثارة نحو النقطة 52 في هذه اللحظات، يقتربون، يضغطون على القوة الجوية الذي قبل لحظات بدأت أحداث شوط المباراة الثاني أمام فريق نادي الكرخ. إذن الكرة العالية تلعب رأسية وإلى خارج أرضية الملعب، كرة إلى خارج أرضية الملعب. علي كاظم يحاول، عبد المجيد أصبح القائد، القاب منتشرة في الملعب. من اللي ما عنده لقب دوري في الكتيبة؟ طارق عجون، آدم طالب، أثير صالح،
الأسماء التي لم تحصل على لقب الدوري. سالم، هنا كرة إلى خارج أرضية الملعب، مرة أخرى في الخلف جابي كيكي. مؤمن سليمان، الانتصار 84 في دوري نجوم العراق، رقم مميز لمدرب مميز في كل شيء. طبعا الهدف الثاني والخمسين الذي دخل المواجهات، وهو 34 للشرطة. 18 هدفا فقط لفريق النادي زاخو. أمجد عطوان يحافظ على الكرة، ينتظرون يواصلون. أورينيو يلعب الكرة العالية، وهنا الجامبي ينتظر في انتظار إبعاد. عاد من أثير صالح حاضر. لحظات صعبة، لحظات الفرحة، لحظات هنا الكرة التي تصل عند أورينيو. أورينيو يحاول، أورينيو يضغط، والكرة العالية. حسن أحمد يتابع. مباراة بطولية لحسن أحمد، تصدى لركلة جزاء، تصدى لتسديدة، وساهم بشكل كبير في انتصار فريق. هنا وقت الصعاب تظهر المعادن، وهذا المعدن لحارس مميز ظهر في مباراة صعبة ومميز. عبد الرزاق نجم المنتخبات الوطنية. هنا كرة تلعب الآن. أحمد فرحان، ربما كرة الختام، ربما كرة الختام، ربما كرة الختام. أحمد يهيئ لمندي، ينتظر هذه الكرات. مندي في أي وقت، مندي لا يسجل مثل هذا كذا كرات. أثير صالح، الله الله الله، مدرسة الفن الأخضر، لا تخرج إلا فنانين، لا تخرج إلا فنانين. لمسة فنان، هدف أقل ما يقال عنه أنه عالمي. سيمفونية التي تعزف في كل مباراة، السيمفونية التي تعزف في كل مباراة. بطلها أثير صالح. العزف القديم، العزف الحضاري، العزف الطويل، العزف الجميل، عزف الهجوم، عزف النجوم لمن ترعرع في هذا البيت. لاحظ الكرة هيات لأثير على طريقة الكبار. يا سلام، بعد مرمى الموصل يضرب مرمى زاخو، يضرب مرمى أبناء الخابور. الكرة الجميلة الرائعة من الرائع الصاد علي كاظم في لمحة بصر، في لحظة وضع الكرة في الشباك، وضع الكرة في المرمى، والمحاولة أتت بهدف ثاني. تأكيد التقدم نحو الصدارة، تأكيد التقدم قبل مباراة القمة. وصل أثير صالح ليؤكد الانتصار. وماذا يقول الفار؟ ماذا يجيب الفار في هذه اللحظات على القرار الأخير؟ أيوب، خسارة جديدة بعد خسارة الموصل. يا فيلسوف محمد صلاح الآن ما هو المنتظر؟ ينتظر التأكيد من غرفة الفيديو على صحة الهدف. علي كاظم، وهدف أتى، إذن يؤكد الهدف. هدفين لا شيء حتى الآن. انتهت المباراة بالواقع، انتهت المباراة في انتظار التأكيد من حكم المباراة بإطلاق الصافرة بعد تأكيد الهدف الثاني. حقيقة هنا كرة، وهنا محاولة، فرصة منتظرة. تلعب الكرة، عمر ينتظر، جوب في كرة تلعب الآن. هل يأتي هدف ثالث؟ هل يأتي هدف ثالث؟ عبد الرزاق ينتظر أحمد فرحان، وكرة تلعب باتجاه أحمد فرحان من أجل عزف الألحان. ألحان جميلة، ألحان جديدة يا فرحان. أحمد يقف هنا يحاول، ينتظرون إصابة لمساعد الحكم. ومحمد صلاح الآن، محمد صلاح يوقف الأحداث للإطمئنان على مساعدة في هذه اللحظات. سلامات لمساعد الحكم، يقذف بقنان المياه. أمور غير حضارية، أمور لا يمكن تقبلها في هذه اللحظات. الأفضل أن حكم المباراة كان ينهي المباراة. المباراة انتهت شكليا، فعليا انتهت بعد الهدف، كل شيء انتهى. يعني الفريق يائس، وحفاظا على سلامة الجميع يجب أن يقوم حكم المباراة بإنهاء المباراة. إذن سلامات لمساعد حكم المباراة. ماذا يقول حكم المباراة بعد هذا الحدث؟ مساعد الثاني لحكم المباراة
قافل جلال تعرض لرمي بقنان المياه من جمهور زاخو. هنالك حديث، ماذا يقول السيد محمد صلاح في هذه اللحظات؟ إذن ننتظر قرار، ننتظر جواب. إذن ماذا يقول حكم المباراة في هذه اللحظات الأخيرة؟ الجمهور بدأ يغادر أرضية الملعب، يأس كبير، انتصار جديد للشرطة. زاخو مباراة القادمة صعبة في ديربي شمالي، ديربي كردستاني أمام دهوك. هذا صاحب الهدف الجميل جدا أثير صالح. لاحظ هنا أحمد فرحان، واصل بوليسامبو كان ينتظر، ومندي هيئ كرة إلى أثير صالح. بعد ذلك أثير وضع الكرة بطريقة ولمسة فنان في مرمى علي كاظم. حقيقة قرار جميل موفق ليضع الكرة مباشرة في الشباك. لاحظ لقطة سينمائية رائعة جدا لهدف عالمي 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 الثلاثة. افراح الجماهير، افراح اللاعبين، امطار تهطل. وماذا ينتظر حكم المباراة؟ ماذا سيقول حكم المباراة؟ يخاطب غرفة الفيديو. اضحك يا مؤمن، اضحك يا سليمان. جمال واكيد حزين. السيد ايوب اوديشو. بعد هذه الخسارة، هذه جماهير الشرطة الفرحة الوفية، وحزن على جماهير زاخو. إذن يطلق الصافرة، تعود المباراة، محاولة تلعب بوليسامبو، ينتظر جابي كيكي. محمد علي عبود يحاول عبود. وصلنا الدقيقة 100 وإلى الآن الحكم ينظر إلى الساعة، ربما في هذه اللحظات سيطلق الصافرة ليعلن عن فوز ثمين، فوز تاريخي للسيد مؤمن سليمان هنا في زاخو. ليس بالجديد على مؤمن سليمان، لكن لم يفز في هذا الملعب وأمام هذا الفريق هنا في زاخو. إذن أيها الأحبة أيها الكرام، في هذه اللحظات حكم المباراة سيد محمد صلاح ينهي أحداث هذه المباراة بفوز الشرطة على زاخو بهدفين مقابل لا شيء. مبروك للقيثارة، مبروك للشرطة، مبروك لفريق المجد والبطولات. هارد لك للطامح دائما وأبدا فريق زاخو فرسان الشمال وأبناء الخابور. بهذه اللقطات الرائعة أرجو أن أكون قد وفقت وإياكم في وصف أحداث هذه المباراة. أترككم في أمان الله وحفظه، وإلى لقاء جديد في موعد جديد إن شاء الله.